بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف موضوع بسيط لكنه مهم، وهو موضوع تأثير الرطوبة على الشعيرات النسيجية. أي مادة في الكون ربنا سبحانه وتعالى خالقها عبارة عن جزيئات. جزيئات الشعيرات النسيجية هي جزيئات متماسكة، إما بيحدث فيها تأثير بجزيئات أخرى زي جزيئات الماء، لأن الرطوبة دي عبارة عن جزيئات ماء. جزيئات الماء الموجودة في الجو، طبعا الشعيرات النسيجية حدث فيها امتصاص ليها فبيحدث فيه قوة، فالقوة دي بتأثر على الخواص الميكانيكية للشعيرة. فالخواص الميكانيكية للشعيرات هي المتانة، احفظها على طول. الخواص الميكانيكية للشعيرة منها المتانة. المتانة بتزيد مع الألياف السلولوزية زي القطن وزي الكتان. فتأثير الرطوبة على الشعيرات الطبيعية أو خاصة الشعيرات النباتية، أصلا النبات ده عبارة عن إيه؟ النبات ده عبارة عن في البداية بذرة، فالمطر أو المياه بتيجي عليه فبيحدث فيه بننتج منه شعيرات. فتأثير الرطوبة على الشعيرات الطبيعية النباتية أو الطبيعية السلولوزية مهم وإيجابي، بيحدث فيه زيادة للمتانة. لذلك العبقري أو الاقتصادي طلعت حرب، الله يرحمه يا رب، إما فكر يعمل مصانع غزل لإنتاج قطن طبيعي، فكر ينتجه، اختار المكان ليه تأثير مهم على الجودة بتاعة الخيط، ففكر يعمله فين؟ في مدينة المحلة الكبرى، شمال الدلتا أو وسط الدلتا، لأن الأماكن دي شفت العبقرية بتاعت طلعت حرب. لذلك أصلا في الهند مثلا تلاقي مصانع الغزل القطن بالذات بيركزوا فيها على المدن اللي هي فيها الرطوبة فيها عالية، زي مثلا لوديانا، زي جوجرات، الأماكن اللي هي فيها الرطوبة. فبالتالي سبحان الخالق يعني بالطبيعة بيحدث فيه زيادة للمتانة، فالرطوبة لها تأثير كبير على المتانة بتاعة الشعيرات النسيجية الطبيعية، لأن جزيئات الماء إما بيحدث فيه تغلغل في الشعيرة، في جزيئات الشعيرة أصلا بيحدث فيه قوة، بعد القوة بيحدث فيه انتفاخ للشعيرات النسيجية فبتعطيها متانة. لذلك تأثير الرطوبة إيجابي على الألياف النباتية السلولوزية الطبيعية. طيب تأثير الخواص الكهربية. الرطوبة عموما في الشعيرات بتقلل الكهربية الاستاتيكية. أي شعيرات نسيجية فيها أي حاجة في الدنيا فيها قوة أو كهرباء استاتيكية. كهرباء استاتيكية يعني مثلا الصوف، لو أنت أو أي شعيرة أنت عملتها أو عملت فيها احتكاك كده ولمستها بأي حاجة تولدت جذب قوة استاتيكية. احنا كنا زمان بنمسك القلم، كنا في حصة العلوم زمان في الابتدائي كنا نعمل فيه بالقلم الرصاص، نعمل احتكاك مع الشعر بتاع الشعر بتاعنا بتاع الرأس، فبتلمس بيه اي ورقة فبتنجذب، دي اسمها قوة كهربية استاتيكية. الشعيرات القطنية فيها قوة كهربية استاتيكية. الرطوبة بتقلل تولد الكهربية الاستاتيكية في الشعيرات عموما. يبقى المتانة بتزود المتانة، بتقلل الكهربية الاستاتيكية للشعيرات. طيب في حاجة تانية مهمة جدا، اكتساب الشعيرات الرطوبة خلي بالك بيؤدي إلى طاقة حرارية. هديك مثل بسيط قوي، انت لو في طاسة على البوتاجاز وحطيت عليها مية بيحدث فيه بيحدث فيه صوت، بيحدث فيه طاقة حرارية. والطاقة الحرارية ديت في الشعيرات عندنا النسيجية بنقيسها